شوفوا معايا البنات، هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه هذه. تنحتاجو كمكون عندنا هنايا الكنافه. بالنسبه للكنافه ماشي ضروري اننا غادي نستعملوها، اللي بغى يستعملها يستعملها، اللي ما بغاش يستعملها بلاش. خيت غادي نحتاجو كذلك الورقه ديال البسطيله. هادو البريوات تيتلفوا بالورقه ديال البسطيله وتنفندوهم في البيض وتندوزوهم في الكنافه تيجيو خطيرين. ولكن اللي بغى يستغنى على الكنافه ولا ما لقاهاش ماشي مشكل. غادي نحتاجو 100 غرام ديال الفرماج الابيض. هذا النوع هذا خذوا ديال العبار اللي تيكون هكا طويل. المهم بلا ما نحتاج انني نذكر الاسم ديالو، الابيض العادي، ما ديروش من السمهل العادي. 100 غرام اولا 150 غرام عفوا ديال الكركاع، انا عندي فقط هنا 100 غرام. عندنا هنا فلفله صغيره مشلضه على هذا الشكل هذا، مقطعه قطع صغيره. عندنا فص ديال الثوم، بصله مشلضه، وعندنا الكفته. بالنسبه للكفته تيبقى لكم على حسب، انا عندي هنا ديال اللادان ديالي متوفر عندي هنا في الدار، ممكن تستعملوا الكفته الاخرى، تيبقى لكم الاختيار. هذا الفيمي، بالنسبه لهذا الفيمي يعني تمشيو عند السيد اللي مكلف بمستلزمات ديال هذا الشيء ديال العطريه، تقول لي عطيني الفيمي لكم. هذا الفلفل المدخن، هذا الفلفل المدخن توا فيه واحد الريحه زوينه. عندنا هنا البزار والملحه، ما عليناش. الا كنتو ديروا الفيمي، الملحه حاولوا انكم تنقصوها حيت الفيمي مالح. زيت الزيتون، ونحتاجوا كذلك ورقه ديال البسطيله. ندوزوا للطريقه، نبداو بسم الله على بركه الله. غناخذ هكا مقله ولا هذا، غندير زيت الزيتون، غندير هذاك الفص ديال الثومه، غنخليهم يتقلاو واحد شويه، يعني الفص ديال الثوم مع الزويته. كنقليوها غير هكا غير شويه. شمينا الريحه ديال البصله طلعت، غادي ندير البصله مع ديك الثومه وتنزيدوا الفلفله. ما نخليوهاش حتى تنزل تماما، يعني غتقلى غير واحد شويه فقط. غادي ندير واحد نص معلقه ديال الملحه. غادي نزيد كذلك البزار نص معلقه. بالنسبه للفيمي ها هو الشكل ديالو البنات، هكا بيض. غادي ندير نص معلقه، فيه واحد الرائحه خطيره. بالنسبه للفلفل المدخن هو هذا، شفتوا معايا راه داير بحال البابريكا، غير هذا فلفل مدخن. عرفتوا ما نعاودش لكم واحد الريحه طار عليا انا في الكوزينه خطيره. معلقه صغيره صافي. غادي نحرك هاد المكونات هادو، نخليهم غير واحد شويه على ما يمتزجوا لينا، وغادي نكمل معكم الوصفه. شفتوا معايا، المهم بقيت تنخلطها هكا، ما تتسدوا عليها ما والو، تطيح غير شويه. شفتوا معايا راه تتبقى شاده راسها. وتنضيفوا الكفته. بالنسبه للكركاع مسحتو، هذه مسلسه، ها هو مسحتو وهرستو واحد شويه. ها نتوما هكا تنهرسوه هكا، شفتوا انا عندي قليل صافي. وتنزيدوه في هذه المرحله هذه، يعني حتى تطيب لينا الكفته. راه من قبيله وانا تنخلط حتى تطيب الكفته. وتضيفوا هذيك 150 غرام ديال الكركاع، وتنخليوها تقريبا واحد 5 ديال الدقائق باش هكا يمتزجوا لنا المكونات. عاد ندوزو نضيفوا الفرماج. كيف تشوفوا معايا هنا عبرت 100 غرام ديال الفرماج، ها هي. بالنسبه للكركاع تقريبا راه خليت واحد 5 ديال الدقائق مع التحريك باش ياخذ حتى هو ديك التعليكه والتقرميشه. صافي دابا غادي ندوز، غادي نضيف الفرماج، غادي نخلطو حتى يمتزجوا، وغادي نطفي عليه النار. شوفوا معايا الحشوه راه تتجي معلفه ملي تضيف الفرماج والكركاع والريحه. ما نقولش لكم مع داك الفيمي وداك الفلفل المدخن خطير خطير. انا دابا راه تنصور لكم الوصفه غير مازال ما نزلتش شويه التعليكه. صافي غادي نمتزجوا وغادي نطفي عليه. شوفوا معايا كي تجي معلكه، تجي زوينه بزاف. المهم ها نتوما انا راه بديت تنقطع وانا نتفكركم. ها هي الورقه، هذه الورقه الكبيره. حيدت هذا الطرف هذا، شفتوا معايا واحد شويه، نقول لكم شحال، تقريبا واحد 2 سنتيم حيدته. هنايا الا عبرنا ديروا مثلا كل وحده فيها 6 سنتيم. ها نتوما شتي باش ما تضيعش لكم الورقه، ديروا 6 وتقطعوا صافي. يعني نديروا 6 سنتيم ونقطعوا.
يعني تتخرج لينا يعني الحبه الكبيره تتخرج لنا 1 2 3 4 5 يعني تتخرج لنا 5 ديال المرصويات 5 القطع. هادو نديروهم ضروري في البلاستيك باش ما ينشفوش. بالنسبه لهاد الجهه هذه اللي كانت ناشفه حاولوا انكم تقطعوها. هادو ما ترميهمش، هادو تنجمعهم تنقطعهم تنديرهم في المجمد تنديرهم هكا للتزيين صافي. وغادي نبداو. المهم درت القطع هكا، الجهه الحرشه من الفوق الجهه الرطبه من التحت، وتندهن. حيت غادي ندخلهم للفران يعني هادو غادي يطيبوا في الفران تندهنهم واحد شويه. شنو قلت لكم البنات؟ الجهه الحرشه منين؟ من الفوق هي هذيك صافي. تندهنهم هكا شويه. الحشوه من بعد ما بردات ها هي شفتوا معايا تجي معلكه. صافي وتنلوي. بالنسبه للتلويه هذه ديال العمره سهله يعني صافي. تنخلي هنا واحد لابارتي تندير هكا يعني هذا تندير لهنا شفتوا على هذا الشكل هذا، وتنحاول نقاد بيدي على هذا الشكل هذا يعني بحال تنعمر شفتوا صافي. وتندير يعني بحال تنحط صبعي هنا يعني في هذه راه باين لكم وتنرجع نعاودها بحال هكا شفتوا يعني ما تكون حتى حاجه خارجه صافي. دابا تنحاول نقاد هنا بالطريقه هنا تنشد هنا وهنا وتنعاود ندير حتى انا مرة تنديرها بالزربه ملي تقلت صافي هكا وتندور دور حتى لهاد الحد هذا. شفتوا معايا كيفاش هادشي كيجيو هذا الشكل ديالها. هنا غادي نسدها يا اما بالبيض يا اما بالطحين. المهم انا كيف تتشوفوا معايا خديت الكنافه صافي. ها نتوما تتشوفوا تنقطعها هكا نقطع على هذا الشكل هذا تنقطعها كامله على هذا الشكل هذا شفتوا معايا. دابا غادي ندوز ندير لها الزيت العاديه هي نلبسها بها ماشي زعما ما تنكثروش بزاف هي كامله تلبس لينا بالزيت باش تقرمش لينا في الفران. هنا ندير 2 بيضات. الا عندكم بودره ديال الثومه ديروها، انا ما عنديش غندير غير شويه ديال العطريه ديال العطريه هذه ديال الخضروات المجففه. غادي ندير غير الخضروات المجففه غادي ندير غير واحد شويه هكا نص معلقه صغيره صافي. الا عندكم بودره الثومه بودر ديروها صافي. غادي نطرب البيض. بالي خاصني نزيد بيضه اخرى نشوف هذا ما يكفانيش يعني نزيد بيضه اخرى ولا ندير بهذه الا خاصني عاد نزيد. المهم تناخذوا البريوه. بالنسبه للبريوات راه سديتهم بابيض البيض بهذا الشكل هذا. نحاولوا نسقطوها مزيان نسقطها مزيان وندوزها في الكنافه على هذا الشكل هذا. شوفوا معايا يعني تنحاول نلبسها بالكنافه وتنعطي هذيك لا فورم ديال البريوه فهمتوا. تنعطيها لا فورم ديال البريوه صافي وتنحطها في الصني. شفت كيفاش هادشي قلت لكم. بالنسبه يعني هاد الكميه ها هي تيجيو هذا الشكل ديالها يعني خليتهم هكا مثلثين حطيتهم على جنب وطيبت لكم واحد الكميه. ها هي البنات تيجيو هذا الشكل ديالها. ها نتوما شفتوا معايا راه تتجي كروستيون. غنحاول نقطع لكم وحده باش هكا تشوفوها من الداخل. شفتوا كيفاش تجي من الداخل تجي معلكه. نتمنى انكم تجربوها وخليوا لي في التعاليق كيفاش جاوكم ونخليكم الى فيديو لاحق باذن الله. السلام عليكم.